بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده هنعمل سمك. سمك ده حاجة، يعني أكلة مفضلة لينا، خصوصا الاسكندرانية. واحنا بنحبه قوي قوي. يعني السمك ده دايما أول ما أشم ريحة التشوي يبقى لازم ناكل سمك النهارده. ان شاء الله اعملها لكم بطريقه حلوه قوي وتعجبكم وتكون خفيفه على المعده، بدل القلي وكده هنعمل طريقه غير انه يبقى مقلي. بس لو كنت بتشوفيني لاول مره، يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي لايك وتدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد. احنا دلوقتي جبنا السمك وغسلناه ومتنضف طبعا عند الراجل، بس طبعا سايب النخشوش فيه وسايب شوية حاجات كده، طبعا بتغسل كويس من جوه. وبعد كده هو بحطه في مية، في الملاستيكة كده فيها مية، نحط فيها ليمونتين، نحط فيها ملح، ونحط معلقتين 3 دقيق، ونقلب الكلام ده كويس قوي، ونحط في السمك فيه ونسيبه فترة كده عشان خاطر عبال ما نخلص حاجاتنا، عشان خاطر يعمل يعني يشرب، ينزل كل الزفارة اللي فيه ويبقى تمام. بعد كده احنا حطيناه في البولة. بعد كده هنسيبه لغاية ما يعمل، وبعد كده نصفيه. هنا صفيناه اهو بعد مدة، يعني نص ساعة ربع ساعة زي ما تقدري تسيبيه حسب ظروفك يعني. بنصفيه كويس من المية، بنغسله ونشطفه طبعا كويس مطرح الدقيق والحاجات دي، وبعدين نصفيه. وبعدين ناخد اللي هما الاتنين، انا عندي سمكتين شوي، وسمكتين اللي المفروض يعملوا قلي، بس انا مش هعملهم قلي، هعملهم في الصينية. بيبقى اخف من القلي واحسن، وبدل زروطة الزيت وكده بيبقى احلى بكتير. فتحته فتحتين زي ما انتم شايفين كده من كل جهة. وبعدين جبت صينية، حطينا فيها قطعنا فيها بصلاية كبيرة، شرايح، شرايح رفيعة طبعا. وعشان خاطر دي هنعملها اللي هي الفرشة اللي تحت السمك، عشان يبقى الطعم حلو وفي نفس الوقت ما يلزقش في الصينية. حطينا شرايح البصل. وانا غيرت الصينيه دي عشان الصينيه دي مش غويطه، فكانت هتلزق الوش بتاع السمكه هيلزق في الغطا، فانا غيرت الصينيه دي. بس انا قطعت هنا الحاجه فيها، قطعت كمان طماطمتين 3 حسب ما انت عايزه، برضو بصله كبيره او بصلتين وسط زي ما انت عايزه. والبولة التانية دي احنا بنقطع نفس الخضار اللي بنحطه في الصينية، بنحطه في البولة دي، بس بيتقطعش طبعا شرايح، بيتقطع كده تقطيع اي حاجة، يعني مش لازم تبقى مكعبات معينة او حاجة، لان دي هتتضرب في الكبة سوري. حطينا كمان بتاع ده فلفل اخضر، ممكن تحطي حامي او بارد زي ما انت عايزة. فلفلتين 3 برضو الكمية اللي انت عايزاها. وحطيت كمان شرايح ليمون. في الصينية بنقطعه شرايح، اما في البولة دي اللي احنا هنضربها بالكبة، بنقطعه صغير شوية عشان الكبة ما تتكسرش او تبوظ. بنقطعه يعني على قد ما نقدر، نقطعه حتت صغيرة ويكون رفيع. وبعد كده احنا بنجيب بعد كده دي بقى المنطقة دي المرحلة بتاعة الخضار. في كمان بقى مرحلة البهارات. بالنسبة للبهارات بقى، هوريكم دي بتاعة الصينية، ودي بتاعة البولة اللي هنضربها في الكبة. بالنسبة للبهارات هم 3 بهارات، هو ملح وفلفل أسمر وشطة وكمون وبهارات سمك. بنحطهم في بولة. أول حاجة هناك بنرش على الصينية، وهنا بنحط في البولة عشان دي اللي هنعمل بيها السمك، هندلك بيها السمك، وهنحط منها هنحطها هنضربها في الكبة اللي هي اوجي بابريكا. طبعا انا بحب البابريكا في الاكل قوي، فاللي عايز يحط بابريكا ماشي، مفيش بابريكا مفيش مشاكل. لو عندك بهارات سمك ما عندكيش كمون برضو مفيش مشاكل، او العكس. بنحط بقى على السمكة نفسها، جبنا السمكتين اللي احنا مقطعينهم، فاتحينهم فتحات كده، وبنحط عليهم البهارات وندلكهم كويس كده عشان ندخلهم ندخل البهارات دي جوه السمكة في الفتحات اللي احنا عاملينها، ومن ورا ومن قدام.
زي ما انتم شايفين. اما حبة البهارات اللي فضلوا دول حطيناهم على اللي هنضربها في الكبة، نفس البهارات. وبعد كده اسفة، بنحط على السمك ده شوية زيت، وبرده بندلك بيه كده، بس هي معلقتين 3 زيت، هو ده كل الزيت اللي احنا هنستهلكه في السمك، وطبعا ده احسن بكتير من القلي والزيوت الكتيرة والتقيلة. ومهما بنحطه على ورق مطبخ او بنعمل برضو بيبقى فيه طبعا نسبة زيوت، وفيه اكسدة زيوت، وفيه حاجات كتير. وبعدين ضربنا حبة الخضار اللي احنا قلنا عليهم، اللي هي البصل والطماطم اللي كانوا في البولة، والليمون والفلفل في الكبة، وحطيناهم على السمك. وانا اسفة طبعا المنطقة اللي انا بصور فيها دي الزاوية صغيرة قوي، بس انا متعودة ان انا اعمل هنا عشان ابقى جنب الحوض، بس انا طبعا هغير دي، وانا ما شفتهاش غير بعد التصوير ما خلص، فمش هقدر اعمل فيها حاجة لاني خلاص صورت. ان شاء الله المرة الجاية يعني اخد بالي من الموضوع. واحنا بقى خدنا السمك ده اللي في الصينية، حطينا عليه شوية مية، نص كوباية مية كده، وحطيناه في الفرن على تحت خالص، وغطيناه. عندك ورق فويل اوكي، عندك اي حاجة تغطى بيها اوكي. انا ما بستخدمش الفويل كتير عشان هو يعني مضر، فانا بحط غطا يعني عندي كده، بحطه على الصينية. هنا بناخد بقى السمكتين التانيين اللي هي السمكتين الشوي. انا بشوي في البيت برضو لاني ما بحب قوي طعم شوي البيت. بره مش عارفه، بحس ان هو محروق اكتر من اللازم، مش عارفه، البيت ليه طعم تاني خالص في الشوي. حطيناهم على الجريلا، دي جريلا كانت قديمه عندي وحطها عليها، وحطيناهم فيها، عملناهم في الردة طبعا، وحشيتهم من جوه بطنهم. الحشو ده بيبقى عبارة عن طماطم وبصل وفلفل، نفس اللي انا حطاه في الصينية، بس انا بدبله على النار، بس اصلا انا بعمله في علبة واحطه في الفريزر، اما بعوزه بطلع منه، عشان كده ما عملتش المرة دي. ان شاء الله مرة تانية نعمله مع بعض. حطينا في مية بقى بندق توم، او مش مشكله بقشره او متقشريش، مش مشكله لان ده مش هيبقى في الاكل يعني. و... ونحط عليه ملح كتير عشان تملح السمكه، وشطه. انا بحب قوي السمك الشوي في الميه، يعني اكتر من اني ارش عليه كده الملح والشطه كده، بس بحبه قوي في الميه. هي في طريقتين، طريقه الميه او ترشي عليه البهارات، انا بحب طريقه الميه اكتر. آه هنا سيبنا السمك الشوي بيتشوي على النار، وكده كده بتبقى النار عالية طبعا، وما بيبقى هو تقلبيه مرة أو مرتين بس، يعني هو مش بيحتاج يتقلب كتير، هي مرة أو مرتين. وبعد كده بنحطه في المية ونطلعه من المية على التقديم. ودي صينية السمك التانية خلصت اهي، وحطيناها ده، والخضار اللي بيبقى فيها ده بيبقى طعمه في منتهى الجمال. ولو عجبك بقى الأكل ده بالهنا والشفا، ما تنسيش تكتبي لي بالتعليق إنه عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله.